بما اني بتكلم عن الجغرافيا والناس، جالي كذا تعليق بيقول لي انت عنصري. يعني حلقة شرح دولة مصر الفلاحين دخل واحد يقول لي انت عنصري، ليه قاعد بتصنف في الفلاحين يا عنصري؟ قعدت افكر ازاي انا كمصري اتولدت وعشت في القاهرة واصولي سوهاجية هتعنصر على مصري زيي عايش في قرية القطرشة مركز الباجور محافظة المنوفية، وافتكرت ان الكلمة دي بقت منتشرة بشكل مبالغ فيه، وبالتالي الفلاح اللي قال لي انت عنصري بيردد في كلمة مش فاهمها عشان فلاح. ناس كتير مش فاهمة بين العنصرية والطبقية. يعني العنصرية معناها ان انا كشخص من عرق معين بميز نفسي على عرق تاني مختلف عني. يعني واحد من عرق مصري مثلا شايف انه اذكى وافضل من واحد عرقه اسود موزمبيقي، او زي ما بيحصل على ارض الواقع من الكيان الخنازيري، شايفين انهم شعب الله المختار والعرق الاسمى على اي جنس تاني. فالعنصري بيعاملوا على هذا الاساس انه كعرق اعلى واسمى منه وعنده استحقاقات وافضليه عن باقي الاعراق والاجناس. دي هي اللي اسمها عنصريه يا فلاح. بقول لك مش فلاح. بس ده مش موضوعنا النهارده عن الطبقيه في مصر، ومعاكم محمود عشري الطبقي من 5 في عينك. ويلا بينا نبدا. الموضوع ليه كذا خرم، فخلينا نوضح الموضوع خرم، ونبدا بالخرم الاول وهي الطبقيه التعليميه. طبعا المثال الاشهر على الاطلاق هم خريجين كليه الهندسه. الولا من دول بيعامل اي خريج لاي كليه خلقها ربنا على انه حثاله، مجرد او خد حقيره، مش هتفرق كليه ايه. يعني هيعامل خريج كليه سياسه واقتصاد زي خريج معهد اللاسلكي. المهندس بيشوف ان الكائن البشري ده حاجه والكائن المهندس حاجه تانية. يعني احنا دمنا احمر هو دمه اخضر زي الضفادع، احنا بناكل محشي بتنجان وهو بياكل شكرتين اسمنت لو مهندس مدني، احنا لا مؤاخذه بنخش الحمام نعمل عمود ميه عادي، هو بيعملها بالاي اي لو مهندس برمجه، بيعملها بالوايرلس لو مهندس اتصالات. تساله تقول له يا اسطى انت مفخمها علينا كده ليه؟ يعني كلنا ولاد 9. يقول لك لا يا حبيبي انتوا ولاد 9، انا ابن سنه اعدادي. طب ليه يا اسطى شايف نفسك اعلى من غيرك؟ يقول لك الكلمه الحمضانه بتاعت كليه الهندسه بتخليك تفكر بطريقه مختلفه، بتفتح لك افاق كونيه في عقلك الميتوزي وتحوله لشبكه فكر وادراك معرفي. مع ان ممكن المهندس ده يكون جايب 62% في ثانويه عامه ودخل هندسه زراعه قسم خراطيم في جامعه خاصه في السنبلاوين، بس طالما اسمه مهندس في البطاقه فكل سنه وانت طيب. المهندس معاه بيف مع الدكتور لو انت فاكر يعني انهم حبايب بما انهم كليات قمه. لا خالص، ده بيشلفوا لبعض وفي منافسه ما بينهم على مين الاعظم. وفي الاخر بيجي مخبر جايب 52% في الثانويه العامه يرزعهم هم الجوز على قفاهم ويقول لهم كلموا الباشا عدل. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الطبقية التعليمية دي بتبدأ من الأهالي وتنتهي عند الأهالي. يعني من أول ما الطفل بيتولد تلاقي أبوه وأمه مقررين تلقائيا إنه هيخش طب أو هندسة، بما إن جميع الكليات التانية عبارة عن مزبلة. يبدأوا يطرطروا في ودن الولا طول 17 سنة لحد ما يدخل كلية منهم، ولو ما دخلش كلية منهم وراح يتقدم لواحدة مثلا تلاقي أبوها قاعد كده بيسأله أنت خريج إيه؟ يقول له أنا خريج تجارة يا عمي. يقول له امشي اطلع بره يا حلوف، تجارة وجاي تتقدم لبنتي المهندسة؟ انت اكيد مختل. مع ان ممكن ابو المهندسه ده يكون عايش في عزبه البهايمه والولا خريج التجاره ده عايش في ماونتن فيو. مش لازم يا جماعه الناس كلها تخش طب وهندسه. يعني في حاجه اسمها معدل ذكاء في كذا مجال، منهم الذكاء الرياضي. انا مثلا لو قست معدل ذكائي الرياضي هتلاقيه سالب 72. لو جبت حمار تعلمه جدول الضرب هيفهمه اسرع مني. الطبقيه التعليميه عميقه جدا لدرجه الطبقيه الداخليه. يعني هتلاقي دكتور بطنه مثلا بيقل من دكتور اسنان ويقول له انت مش دكتور عشان ما دخلتش طب بشري يا بدم يا ابن البدم. تلاقي طبيب العيون بيقل من الطبيب البيطري ويقول له يا دكتور البهايم والمواشي. يا تافه يا عديم الشخصيه يا مريض نفسيا يا اللي ما تعرفش اي حاجه عن الانسانيه او عن الاخلاق يا صايع. خريج كليه ألسن قسم لغه يابانيه بيقل من قسم لغه اسيوطيه. وهكذا بقى المجتمع كله بيصنف بعضه على اساس شهادته. مع انك لو رجعت المسلسل لن اعيش في جلباب ابي هتلاقي عبد الغفور البرعي اللي ما كانش بيعرف يكتب ولا يقرا كان بيهلفت الوزير اللي ساكن في عمارته لما بس يفكر يبص لعبد الغفور بصه الا. الخرم التاني هو الطبقيه المهنيه. في ناس مش فاهمه ان اي وظيفه واي عمل في الدنيا هو عمل مهم جدا، فبيتعاملوا مع بعض الموظفين والعمال والحرفيين بطريقه وسخه. هديك مثال لاتنين من نفس المجال.
الممثل عمر الشريف في لقاءاته كان بيقول الفلوس اللي في جيبي دي مش بتاعتي، دي فلوس العمال والموظفين اللي حواليا في كل مكان، انا مجرد مهرج بحفظ كلمتين واطلع اقولهم قدام الكاميرا واخد ملايين، الملايين دي بقى انا ما استحقهاش وبوزعها على الناس اللي بتخدم عليا لانها رزقهم. ده تعامل راجل ممثل علامة من علامات الفن المصري ووصل للعالمية وكان وجه مصر في مجال الفن. في ممثلة بقى يعني والله ما فاكر اسمها حتى من كتر ما هي وضيعة، المفروض انها ممثلة كبيرة وبتاع، تسرب لها فيديو وهي بتكلم صاحبتها في التليفون وبتوصف لصاحبتها العمال اللي شغالين في فيلتها بانهم شوية رعاع وحوش وجرابيع. فيديو تاني انتشر من فترة كبيرة كده لمستشار ماسك في عامل نظافة وبيهين في اللي جايبينه. طب ليه يا عم الحاج بتعمل كده مع الراجل الغلبان ده؟ ولد احترم نفسك، انا سيادة المستشار، هتعمل راسك براسي يا زبال. طب يا ابويا يعني لو الزبال اللي قرفك ده اختفى من المجتمع مين هيلم زبالتك من وراك؟ يا بدم يا ابن البدم. في نوع برضو كده من المهن دايما نظرة الناس ليهم فيها نوع من القلة في مجتمعنا، زي الكهربائي والسباك والنجار وهكذا، اي صنايعي بيشتغل بايده عامة. انا عمري ما فهمت نظرة القلة دي، يعني في واحد بيصلح كهربة بيتك بدل ما تتكهرب انت وتقطع الخلف، واحد بيعمل لك باب شقة ألاجة وشبابيك على ذوقك بدل ما حرامي ينط عليك. جماعة عتالين ربنا مديهم قدرة جسدية بيحملوا رمل واسمنت واجهزة تقيلة بدل ما انت تحاول تشيل شكارة جبس وظهرك يتقطم ويجيلك فتاء يا راجل يا خرع. اللي انت ما تعرفوش ان الناس دي في اوروبا بيتعاملوا معاملة الملوك والسلاطين، اقل كهربائي هياخد منك $100 فتح كلام كده، ويا ريتك حتى بتلاقيهم في اي وقت، ده انت محتاج تحجز مواعيد معاهم، ولو انت ذكر حاول تقل منهم او تعاملهم معاملة وحشة، هيحبسك وياخد منك تعويض ويخلي شكلك لباس بافتة مقطوع وسط المجتمع. ده غير طبعا البهايم اللي ما شافوش ب3 جنيه تربية اللي بيعاملوا اي ويتر في مطعم او في كافيه معاملة قذرة. يا صايع يا اللي اهلك ما ربطش صح. جوه الطبقية المهنية بقى في طبقية داخلية بين العمال، يعني هتلاقي سواق التاكسي بيعامل سواق الاوبر نفس معاملتك لخالك اللي واكل ورث امك في 3 فدادين، والعكس صحيح، سواق الاوبر بيعامل سواق التاكسي على انه المسبب لفيروس ايبولا، المهندس بيعامل العمال على انهم ما بيعرفوش يفكوا الخط وبصمجيه، والعمال بيعاملوا المهندس حديث التخرج على انه حته طريه. ده غير طبعا التدرج الهرمي في اي شركه، صاحب الشركه بيهين المدير، فالمدير يهين التيم ليدر، فالتيم ليدر يهين السوبرفايزر، فالسوبرفايزر يهين الايجنت، فالايجنت يهين الفراش، فالفراش يرجع بيتهم يهين ابنه، فابنه يمسك قطط الشوارع يهين فيهم، فالقطط تمسك الفيران والعرس تهين فيهم، فالفيران والعرس يخضوا مرات صاحب الشركه، فتمسك جوزها اللي هو صاحب الشركة تهين فيه، فيرجع صاحب الشركة يهين في المدير وتستمر دورة حياة الموظفين. الخرم الثالث للحلقة هي الطبقية اللغوية. عارف انت الفكرة الرائجة في المجتمع الارستقراطي المصري بتاعت كل ما تحشر كلام انجليزي اكتر في الجملة كل ما تحزق اكتر في اللكنة الامريكاني او البريطاني كل ما هيتقال عليك انك ابن ناس قوي يا اسطى. معرفش مين روج للفكرة العقيمة دي في مجتمع سكان ايجيبت، الفكرة مش في حزقهم في الكلام الانجليزي نفسه، المشكلة انهم بيتريقوا عليك لو قلت كلمة غلط او نطقت حتى كلمة انجليزي بلهجتك الاصلية، تلقائيا كده بتتحول لفلاح في نظرهم لو اتكلمت انجليزي بلهجتك. الكارثة انهم بيتمحكوا في الامريكان ولغتهم، والامريكان نفسهم فين وفين لما تلاقي حد فيهم بيتكلم لغة زيادة عن لغته. ثم ايه علاقة اتقان لغة تانية والبرطمة بيها مع ناس بتتكلم بلغتك الاولى بانك من طبقة ارقى وبتاكل سيمون في مي بدل كبدة وسجق؟ يعني في تونس مثلا اقل واحد فيهم بيتكلم عربي وانجليزي وفرنسي، في المغرب هتلاقي ما بين الطبقة الشعبية ناس بتتكلم عربي وانجليزي وفرنسي واسباني، انما في مصر بلد الحزق والفزلكة تلاقي بنت بتتكلم عربي مكسر حافظه لها كلمتين انجليزي من مسلسل ازاي قابلت امك وتعمل لك فيها الملكة اليزابيث. الخرم الرابع للموضوع هو اعبث انواع الطبقية، وهو الطبقية ما بين واحد غني وواحد غني فشخ. اسمع انت عن الساحل صح؟ المكان اللي الاغنياء بيصيفوا فيه، بيحصل هناك نوع طبقية عبثي جدا. كده 99% من اللي بيروحوا الساحل ناس اغنياء، بس في فرق بين غني مالك وغني مستأجر. الغني المالك بيعامل الغني المستأجر على انه صرصار هربان من بلاعة. انت لو مستأجر في الساحل زيك زي العبيد اللي بيتباعوا في سوق عكاظ، ملكش اي حقوق لاي حاجة. عايز تعوم في البحر عندك بحر الجرابيع للمستأجرين، وياك تهوب ناحية بحر الملاك. عايز تخش الحمام اوعى حتى تفكر تخش حمام الملاك، انت مكانك هناك في حمامات
عامات المستأجرين يا مستأجر. المضحك ان المستأجر ده ممكن يكون بيدفع له ايجار 20,000 جنيه في الليلة، ده ايجار بس، يعني ليلته ممكن تخلص ب 40,000 بلبل، ومع ذلك بيروح هناك يتعامل معاملة الصعاليق من الملاك. الخرم الخامس هو الطبقية ما بين الناس العادية وسكان محافظة الوادي الجديد. 90% من الشعب المصري ما يعرفش ان في محافظة اسمها الوادي الجديد، وان في ناس بني ادمين بشر عايشين فيها عادي. وانا بحب اكد على المعلومة دي، الوادي الجديد مجرد بروباجندا، ده مكان ملوش وجود. واي حد يقول لك انا من الوادي الجديد بلغ عنه وزارة التموين. الحكمة من الفيديو بقى، بلاش عنطزة فارغة وعامل الناس بما يرضي الله، عشان الواحد قرفان في عيشته ومش مستحمل ريحتك المصننة. 大家好，中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情》就比冰淇淋，《速度与激情》就